حدثنا عن أمر انتهاء العالم بالنفخة الأولى، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. نعم. وعن البعث: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. تفسير ذلك. الحياة بما فيها الإنسان اللي مخلوق من أجل الأشياء. نلاحظ أن الإنسان من آدم له عمره بينتهي، كم جيل من أيام آدم. إنما الذي خلق للإنسان عشان يخدمه من يوم قبل ما آدم يجي هو لا يزال هو. الشمس لا تزال هي من يوم آدم، والقمر والهواء بقى تبقى اللي بيخدمني. طب أنت بتقول يا رب دول اللي مخلوقين ليه يعني؟ ولكن أنا عمال أموت كل كم سنة، يمد أو يروح. بقى الخادم بتاعي يبقى أبقى عمر مني. إزاي من الكلام ده إزاي؟ قال لك لا، ده هيجي يوم الخادم بتاعك اللي قاد من أول آدم لحد ما تقوم الساعة تبدل الارض غير الارض والسماوات والشمس تتكور والقمر ينخسف وكل وانت اللي تعيش. تبقى انت خدت حياه اطول من حياه الشمس ومن حياه القمر، تبقى سيادتك مستمره. بس عشان تستمر سيادتك لازم تروح للي خلقك وتشوفه عايز منك ايه. فالنفخه الاولى علشان كان موت متقطع، كل واحد له اجل، كل واحد له اجل. فيه فرق بين اجل المخلوقات على الارض وبين فيه فرق بين المخلوقات جميعها. بقى المخلوقات بتفنى تباعا، ده النهارده وابويا بكره وجدي قبله. انما فيه بقى حاجه تنهي الايه؟ العالم، تنهي المساله دي كلها. يبقى دي النفخه الاولى عشان تنهي هذه الايه؟ تنهي هذه المساله.